برافو فخامة الرئيس الجزائري وبرافو الجزائر. عبد المجيد تبون يدخل كتاب جينيس للأرقام القياسية كأول مخلوق فوق الأرض يستعمل المخيخ بلاصة المخ باش يولي بحال مخ الدبانة، كدير له هاي تمشي وتجي ديك الساعة. الوغ الرئيس الجزائري إخواني الكرام يستقبل في هذه الأثناء رئيسة الهند مورمو، وكاينين ثلاثة ديال الأحداث اللي تناسهم الرئيس الجزائري وتناسهم النظام الجزائري باش يبان جالس مع الهند. ثلاثه الاحداث مهمه، داكشي علاش قلت لك هو استعمل المخيخ بلاصه المخ. ديرها مشي بالزربه ويجي. الحدث الاول شنو هو؟ الحدث الاول هو ما وقع في الاشهر الماضيه. الجزائر كانت كتطلب انها تدخل لمنظمه البريكس، وحنا كنعرفوا انه الهند من القوى المؤسسه لهذه المنظمه. في الوقيته ديال التصويت الدولة التي عارضت دخول القوة الضاربة للبريكس هي مورمو، هي الدولة اللي كترأسها مورمو اللي هي الهند بالمناسبة. ولكن فخامة الرئيس الجزائري أصر على استقبال الهند باش يبان شيكور مع الدول والقوى العظمى وجمونفو داكشي داز ما يهمشاي. داكشي علاش قلت لكم مخ الدبانه صغيور بحال المخيخ، كدير له ها تمشي الدبانه وتتعاود ترجع ديك الساعه. الحدث الثاني اللي وقع من نهار 7 اكتوبر ديال 2023 الى حدود الساعه، نسى فخامه الرئيس الجزائري وتنسى النظام الجزائري انه الجيش الازرق شنو لقاوه كيستعمل الكوابس والفراده اللي صنع فين؟ في بلاد مورمو، في بلاد الهند. ولكن الرئيس الجزائري حيت مع ظالمه او مظلومه وعنده المخيخ بلاصه المخ دغيا كينسى مخ صغيور كديرها كترجع الدبانه. قال ما كاينش المشكل، الدنيا هانيه. داك الحدث نساوه الناس، ارا نستقبل الرئيسه ديال الهند مورمو، وكيبقى بطبيعه الحال هو مع ظالمه او مظلومه. والحدث الثالث اللي واقع واللي فخامة الرئيس الجزائري صاحب المخيخ بلاصة المخ اللي نسى، هو انه كاين في الهند شي حويجات كتوقع للاخوان ديالنا المسلمين ما عمرو دوا عليها هو بالمناسبة، وما قدرش يجبدها حتى مع الرئيسة ديال الهند. ما يقع لاخواننا المسلمين في بلاد مورمو. المهم من هذا الشيء كله هو انه الرئيس الجزائري بعد 23 سنه يبان تا هو من القوى العظمى. نعم سيدي، ويجلس مع الرئيسه ديال الهند اللي كتعتبر واحده من اكبر القوى في العالم اقتصاديا صناعيا باش ما بغى، ويبان ويتصور علينا ويقول لنا انا فخامه الرئيس الجزائري اللي عندي المخيخ بلاصه المخ، عندي المخ ديال الدبانه كندير كتمشي وتجيب الزربه. جلست مع الهند. برافو. وعلى هادشي علاش فخامه الرئيس الجزائري يستحق انه يدخل الكتاب جينيس لاصغر مخ في العالم، مخ الدبانه عند كائن بشري. تحياتي.